قبل ما يبدا عاوزين كلنا نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. انا احمد رمضان وانت ما تعرفنيش بلخص انمي. بص انت بطل عشان دخلت الفيديو ده، طالما دخلت الفيديو ده صدقني مش هتندم وهتشوف اقوى واجمد ملخصات الانمي. يلا بينا نبدا. روح اشتركوا في قناتي التانية يا ابطال وفعلوا زر الجرس، هتلاقوا هناك اقوى ملخصات الانمي وهننزل حاجات كتير الفتره الجايه يا ابطال باذن الله، وانا واثق انها تعجبكم. شوف لاتينا واقفه قدام الشباك وبتقول الله على الجمال، شكل التلج جميل قوي. تعالوا بصوا كده، الشوارع والبيوت كلها بقت بيضه. بقول ديل من الصبح وهي عامله كده. بقول كنيس شكلها كده مش هتعرف تركز في الشغل النهارده. برد عليه ديل عشان بس اول مره تشوف التلج وكده، بس ما كنتش متوقع انها تتحمس كده. وبتفتح لاتينا الشباك وبتقول الله الجو جميل قوي وبرد قوي. بيجي ديل وبتقول له لاتينا بص يا ديل تلج اهو. برد عليها ايه ده بجد تلج فعلا، انت عاوزه تخرجي؟ بترد عليه في الجو ده. بقول لها عادي مفيش مشكله. وبتخرج وبتفرح لاتينا قوي. بيقول ديل خلي بالك ممكن تقعي. بتفرح جدا وبتفضل تلعب بالتلج، وبعد حوالي 7 ساعات لعب بيرجعوا المحل وبتقول كان نفسي العب كمان. برد عليها ديل انت لعبت كتير قوي وكمان ممكن لا قدر الله تلعبي، يلا بقى روح الحمام وظبطي نفسك كده عشان جسمك يدفى. بقول كنيسي احنا لسه في بدايه الشتاء، تخيل بقى لو نزل تلج اكتر من كده لاتينا هتفرح قد ايه. بيتكلم ديل والله انا كنت مفكر ان التلج ده محدش بيحبه وبيعطل الناس عن شغلها، بس انا اول مره اشوف حد بيحب التلج قوي كده زي لاتينا. تاني يوم بيودع ديل لاتينا وبقول لها لسه في تلج كتير ما تجريش عشان ما توعيش. بترد عليه حاضر. بقول لها وكمان خدي بالك وانت ماشيه في الشارع عشان ممكن التلج يقع من فوق البيوت. بترد عليه حاضر ما تقلقش، روح انت بس الشغل وربنا معاك. بيعيط ديل وبيقول له يا نهار ازرق يا جدعان ازاي اسيب العسل ده وامشي، وبيحضنها. بقول لها لاتينا انا بوعدك والله اني اقتل الوحوش وهرجع عليك على طول. بتشوف جيل والواد العبيط وبيقول لو رايح السعوديه تاني ولا ايه، مش كان هناك امبارح؟ برد عليه جيل السعوديه انت شارب ايه؟ يلا شارب ايه؟ ويمشي ديل وهو زعلان، واثناء وهو ماشي بيجي الاثنين الحراميه دول تاني. وبتشوف لاتينا بتقدم الشاي لجيل وبتقول له احلى شاي في ال50 يا عم جيل. برد عليها جيل شكرا يا عسول الله يصلح حالك، والله الجو ده محتاج حاجات من دي. بترد عليه لاتينا ويا سلام بقى لو الجو يبقى برد اكتر من كده، الله جمال. بقول جيل انت ايه رايك لما شفت التلج لاول مره؟ بترد عليه والله كان حلو وكمان خرجت مع ديل وفرحت وفضلت العب بالتلج. شوف ديل ماشي وسط العاصفه التلجيه وبقول يا نهار ازرق انا هطير يا جدعان كده. وبفتكر لاتينا وبيقول لو جبت لاتينا هنا هتفرح قوي. نرجع تاني وبتكلم جيل مع لاتينا وبيقول انا والله بكون فرحان وانا بتكلم معاك يا عسوله، انا هقوم عشان لازم امشي. ترد على لاتينا خلي بالك من نفسك. وبعد لما بيمشي بتاخد لاتينا الكوبايه وبتشوف محفظه جيل على الكرسي وبتوديها لريتا، وريتا بتقول نساها. بتاخدها منها لاتينا وبتقول انا اروح اديها. بقول لك نيس خليكي هو لما يرجع هنبقى نديها له. ترد عليه لا انا هلحقه ممكن يحتاجها ولا حاجه. بتخرج بسرعه وبتنادي على جيل وبقول لها في حاجه ولا ايه يا عسوله؟ ترد عليه انت نسيت المحفظه بتاعتك في المحل. بقول لها انت جيتوا كل ده علشاني؟ شكرا والله. ترد عليه مفيش حاجه. بقول لها تعرفي ترجعي لوحدك؟ بترد عليه ايوه هفضل ماشي على طول لحد لما اوصل. برد عليها تمام بس ما تجريش. بتقول له حاضر وبتودعه وتمشي لاتينا، واثناء ما هي راجعه بيقع تلج ناحيتها وبتخاف. وفجاه بيظهر الاثنين الحراميه دول. بتقول لهم انتوا مغامرين؟ بيرد واحد منهم ايوه عايزين نسالك على حاجه كده تعالي معانا. بتقول لاتينا في نفسها كده الاثنين دول مش كويسين وبتجري وبيجروا وراها. فجاه لاتينا وهي بتجري بتتزحلق وبتقع على الارض. بتفتكر لما ديل بيقول لها لاتينا اوعي تستعملي السحر الهجوم ده مهما حصل، انت ممكن تستعملي في حاله واحده بس لو انت في خطر. وفي مشهد تاني بنشوف ديل عمال يحارب ديب بيهجم عليه لكن ديل بيقدر انه يقطعه. بعد لما بيخلص قتل في الديابه بيقول الوقت بقى هرجع البيت. نرجع تاني وبشوف لاتينا خايفه ومش عارفه تعمل ايه. فجاه مره واحده بيظهر جيل بيقول يلا انت هو عايزين ايه منها؟ وتجري لاتينا على جيل. بيقول جيل انا شفتكم قبل كده. برد واحد منهم احنا كنا بنسالها بس على مكان مش كده؟ برد عليهم جيل يعني ده كلامكم؟ حلو قوي ده انتوا هتموتوا النهارده. وبيخافوا جدا منه وبيجي فجاه شرطه المدينه وبيقول جيل ليهم ما تشوفوا شغلكم كويس بقى حضره الظابط. بيتكلم الظابط خدوا العيال دي. بيزعق واحد منهم وبيقول احنا لسه ما عملناش حاجه. برد عليه الظابط لسه ما عملتوش حاجه، احنا هنستناكم لما تعملوا خدوهم. بيقول الظابط لجيل وجود بنت شيطانه زي دي حاجه نادره في المدينه هنا وده بيخليها هدف لتجار الاعراق. بيسالها الظابط انت لاتينا مش كده؟ انا سمعت عنك كتير من بنت سيليفيا. تفرح لاتينا وبتقول انت والد سيليفيا؟ بيقول الظابط ايوه يا عسل انا هبقى اجيلك المحل اشوفك. بيقول جيل ما تجيش العيال الشمام اللي هناك هتخاف ما عادش هتيجي المحل. بيضحك الظابط وبيقول انا بخوف؟ لما انا بخوف انت ايه بقى؟ يلا انا لازم امشي مع السلامه. بتودعوا لاتينا وبنشوف ديل اللي هو بيجري وفرحان عشان هيشوف لاتينا، بس لما هو راجع بيبص فجاه بيلاقي جيل ولاتينا ماشيين وبيزعق ديل وبيقول جيل انت بتعمل ايه مع بنت الصغيره؟ برد عليه ده بس نسيت المحفظه بتاعتي وهي جت وجابتها لي مش كده يا عسوله؟ بتبص لاتينا عليه كذا مره بتعرف انه مش عاوز يقول لديل على اللي حصل وبتقول ايوه هو نسى المحفظه بتاعته وانا جبتها له بس مفيش اكتر من كده. شوف بعد كده ديل بيقول مش عارف اعمل ايه. بتجريتها وبتقول له مالك؟ برد عليها مفيش الجاكيت بتاعي ما عادش جاي على مقاسي.
بترد عليه ريتا ما هو انت بسم الله ما شاء الله انت عمود يا ابني انت طويل قوي. برد عليها انا على طول برقع فيه بس خلاص جاب اخره معايا. بترد عليه الجاكيت ده انت جايبه وانت جاي من البلد مش كده؟ برد عليها ايوه بالظبط، وكمان بصي لو لبست درع عادي منظرها هيبقى غلط فاهمه. بترد عليه ريتا صحيح انت وصل لك رساله من البلد. بولديل ديمنتيرو. بتقول ريتا انا همشي. بولديل وشك ماله كده انت كويسه؟ بترد عليه الحمد لله ما تقلقش بس انا ورايا شغل كتير. وفجاه بتقع على الارض. بعد كده بنشوف ريتا نايمه على السرير وبولديل حامل. انت ليه ما عرفتنيش؟ بالكنيس ما انت عارف يا صاحبي داري على شمعتك تنور قصدة ايد. بتقوم ريتا وبتقول اسف عشان قلقتكم عليا. برد عليها ديل لا مفيش حاجه عاوزين نعمل حفله صغيره كده عشان العيل اللي هيجي ده واكيد لاتينا هتفرح قوي. بالكنيس ريتا يا حبيبي ترتاح شويه بس. برد على شغل انت تهزري بتخمد يا بت لازم تخلي بالك من نونو قصدي صحتك. بترد عليه بقول لك ايه ابعد عني عشان واكتب الله هطلع فوق السير وافضل انط. برد عليها خلاص يا مجنون انا اسف. وشوف ديل عمال يفكر وبيقول بما ان في عيل صغير جاي في الطريق يبقى لازم انا ولاتينا نمشي. بالكنيس ماشي شوف انت عاوز تروح فين واتكل على الله بس لاتينا هتفضل هنا. بالديل اصيل يا ابو رحاب. ثواني كده انت بتقول ايه؟ لاتينا مين اللي تقعد هنا؟ بتقول ريتا احنا عاوزين فعلا نخليها معانا. بيستغرب ديل وبيقول كنيس هي بقت موظفه رئيسيه هنا من 6 شهور. بيقول ديل وربنا شغاله كانها ما بتشتغل ما بشوفش معاها فلوس ليه يا اخويا؟ برد عليك كنيس انت تعبان ما انا قلت لك انها بتحوش وعشان كده خدتها للمعبد الازرق. المعبد الازرق ده ابطال عامل زي بنك كده. بيستغرب ديل هي عندها صندوق في المعبد الازرق؟ ده انا ما عنديش. بيقول كنيس امال انت مفكر ايه؟ لو فضلت على الوضع ده هتعرف تجهز نفسها بنفسها لما تيجي تتجوز. بيقول ديل ان شاء الله ايه تتجوز؟ وبيجي في باله لما تتجوز وهي بتقول لديل شكرا على كل حاجه. فجاه بيزعق بيقول لا هي ما بتفكرش في الجواز خالص دلوقتي. وبقى خلي الراجل يتقدم لها كده. بشوف لاتينا جت من المدرسه وبترحب بيهم وبيقفل ديل على الموضوع وبيرحب بيها هو كمان. بشوف لاتينا بتقول مبروك يا ريتا انا والله فرحانه عشانك. بترد عليها ريتا شكرا ليكي. كلم لاتينا انت عارفه هتولدي امتى؟ بترد عليها ريتا لا لسه بدري اكيد. بشوف كنيس بيقول لديل انت عاوز ترجع البلد؟ برد عليه ديل ايوه. بقول له كنيس انت عارف انا كنت بهزر معاك من شويه مش كده؟ برد عليه ديل عارف بس مش زي ما انت فاكر. وبيطلع الجواب اللي معاه وبيستغرب كنيس. شوف بعد كده ديل اللي هو ولاتينا وبيقول لا انا كنت عاوز استنى لحد ما تخلصي المدرسه واروح ازور البلد بس في حاجه عاوز اقول لك عليها لازم اروح واظبط الجاكيت بتاعي وحتى لو فضلنا لحد لما ريتا تولد مش هيكون في حد يساعد كنيس وريتا وده هيسبب لهم مشاكل. رايك ايه؟ بص هي رحله طويله شويه عاوزه تيجي معايا ولا تفضلي هنا؟ بترد عليه وانا ممكن اروح معاك؟ برد عليها ممكن تيجي معايا. بتفرح وبتقول انا عاوز اكون معاك على طول يا ديل وبتحضنه. تاني يوم بتجهز الشنطه بتاعتها وبتروح تساعد كنيس وبتقول له ممكن اخد السكينه دي معايا؟ برد عليها دي عشان نعمل بيها الاكل فانت لو عايزاها عشان الرحله دي مش هتنفعك لازم تاخدي معاكي سكينه مخصصه لكده مثلا تقطع الخشب تقطع العشب الحاجات دي محتاجه سكينه تعمل حاجات كتير. بترد عليه تمام. بقول لها لو محتاجه اي حاجه فانا واثق ان دي اللي هيجيبها لك من العاصمه. بتقول له انا عاوزه سكينه استعملها بسهوله. برد عليها خلاص تعالى نروح المحل نشتريها دلوقتي. وبياخدها وبيمشوا اثناء ما هم ماشيين. بتقول لاتينا انت عارف والد رودي شغال حداد؟ برد عليها عارفه انت عايزه تروحي له؟ بتقول له ايوه. وبيروح المحل وبيكون فيه سيوف وسكاكين كتير. بتكون لاتينا منبهره من اللي هي شايفاه. فجاه بيطلع الراجل ده وبيقول ده مش محل العاب هنا. بتروح له لاتينا وبتقول له ازيك يا عم عامل ايه؟ انا من اصدقاء رودي. برد عليها انت صاحبته انت جاي عشان تلعبي معاه ولا ايه؟ بترد عليه لا انا عاوزه سكينه فعندك سكينه على قدي؟ برد عليها احنا ما بنبيعش العاب اطفال هنا. كنيسيو بيقول له هي رايحه رحله فعاوزين سكينه مخصصه للرحلات عشان تاخدها معاها. برد عليه هي بنتك؟ بقول له كنيس لا انا جاي معاها. بقول ولد رودي في سكاكين جوه خشوا شوفوا انتم عايزين ايه. وبيدخلوا وبيجيب كنيس سكينتين وبيقول لها شوف انت هتختار انهي واحده فيهم. بترد عليه تمام وبتمسكهم وبتكون محترمه بينهم. وفجاه بيجي رودي وبيقول والده انت يا ابني صاحبتك هنا. بيروح لها وبيكون متفاجئ. بيقول لها انت ايه اللي جابك هنا؟ بترد عليه جاي عشان اشتري سكينه. برد عليها لا ما ينفعش بنت صغيره زيك تشيل سكينه. تضايق لاتينا وبتقول له مالكش دعوه انت. بيقول لها انت ليه عاوزه سكينه اصلا؟ بتقول له انا رايحه رحله. بتفاجئ وبيقول لها رحله انت هتمشي من البلد؟ وبيقول لها ليه كده؟ ده انا كنت مديلك قلبي قصدي ليه هتمشي؟ بتقول لاتينا في ايه بس؟ بقول كنيس لاتينا انت ما قلتش لاصحابك انك رايحه رحله؟ بترد عليه لا. بقول لها هتعملي ايه لو اصحابك اختفوا فجاه؟ هتقلقي مش كده؟ يبقى لازم تقولي لاصحابك. بتقول لاتينا الرودي انا هروح مع ديل البلد بتاعته وارجع على الصيف ان شاء الله. بقول يعني انت هترجعي؟ طمنت قلبي. بتقول لاتينا هناخد السكينه دي هي بكام؟ برد عليها خلاص مش مستاهله خديها. بتقول له لا والله الناس كلها عماله تجيب لي حاجات من معاها انا نفسي اشتري حاجه من فلوسي. برد عليها عشان كده. وبتطلع البوك بتاعها. بقول رودي يا نهار ازرق كل دي فلوس؟ انت لسه صغيره جبت فلوس دي ازاي؟ بيخبط ابوه بيقول له اتكلم باسلوب احسن من كده. بتروح لاصحابها في المدرسه وبتودعهم. بتقول سيلفيا صاحبه لاتينا يا بختك هتروح الرحله. وبتقول صاحبتها التانيه بس في قطاع الطرق ووحوش سحريه بره المدينه. ترد عليها لاتينا هروح مع ديل اللي هو هيخلوا باله مني وهكون بخير ان شاء الله. بترد عليها فعلا ديل يعتبر افضل مغامر هنا في المدينه يعني مفيش حارس شخصي افضل منه. بترد عليها لاتينا فعلا. بتقول صاحبها هتطولي في الرحله دي وجهزت كل حاجه ولا ايه؟ بترد عليه تقريبا كده خلصت كل حاجه. صحيح شكرا يا رود على امبارح بعد لما مشيت قال لي كنيسي ان انا خدت السكينه بسعر قليل وابوك عمل لي تخفيض عليها. برد عليها
عليها عشان انت صاحبتي بس وكده. فابوها قال لي اعمل اي منظر. بتتكلم كلوي انا هستناك عشان لما تيجي هتحكي لي على كل حاجه عملتها في الرحله. بترد عليها لاتينا حاضر، وكمان هبعت لكم كلكم رسائل كتير. وفضلوا يتكلموا مع بعض، وبتطلع كلوي السلسله بتاعتها وبتقول انا هشتاق لها قوي. بتودعهم لاتينا. بروح ديل السوق بيقول انا لازم اجيب شنطه وجاكيت لونه وردي واحمر عشان لاتينا اكيد بتحب الالوان دي. بيمسك الجاكيت وبيقول مش المفروض اشتري لها معدات سحريه بدل الكلام ده؟ لا انا هشتري كل حاجه ما يهمنيش الفلوس، كله عشان خاطر لاتينا حبيبتي. فجاه بتظهر بنت وبتقول اهدى يا ديل. بيستغرب ديل وبيقول ميني. بتتكلم وبتقول انا ما سمعتش عن مهمات عاوزه مهاراتك في الفتره الاخيره، هو في شغل هتعمله؟ برد عليها لا انا مسافر بره المدينه شويه كده وهرجع، عشان كده جيت عشان اخد الاذن من الدوق. بترد عليه فعلا؟ بيقول ديل هي اللي جابها، انا ما كنتش عاوز اقابلها. بتقول له هتعمل ايه بجاكيت الصحراء ده؟ هو انت عاوز تغير المهمه بتاعتك ولا ايه؟ برد عليها لا الجاكيت ده مش بتاعي، انا بشتري لحد مش اكتر. صح يا ميني انت فاضيه؟ ممكن تساعديني في حاجه كده؟ بتفرح وبتقول ايه هي؟ بس ثواني كده، دي مش من عادتك انك عاوز تخرج معايا. برد عليها اخرج معاكي؟ لا انت فهمت غلط. ترد عليها يعني انت عاوز تخرج معايا ولا لا؟ بيقول ديل اللي في نفسه بنت دي عبيطه ولا ايه؟ والله كله عشان لاتينا. بتتكلم البنت وبتقول تمام يلا نروح. وبروحوا محل فخم جدا، وبتقول ميني المحل ده افخم محل هنا في المدينه. بيقول ديل اللي فعلا التصاميم اللي هنا مختلفه جدا عن التصاميم اللي بره. بمسك جهته وبقول الله ده هيبقى حلو قوي على لاتينا. بتبص عليه ميني وهو فرحان وبتقول له انا ملاحظه انك عمال تختار هدوم مقاساتها صغيره، انا مش فاهمه في ايه. برد عليها ده عشان طفله. بتقول له يعني انت متحمس قوي كده عشانها؟ برد عليها اصل بيني وبينك هزعل قوي لو جبت حاجه وما طلعتش حلوه عليها، وغير كده لو جبت حاجه وما طلعتش حلوه عليها هتزعل، مش كده ولا ايه؟ بترد عليه انت معاك حق. بعد لما بيخلصوا بيقول ديل شكرا يا ميني ساعدتني كتير، صحيح مفيش احسن من سحيره تشتري هدوم لسحيره تانية. ترد عليه مفيش حاجه، المره الجايه بعرفنا على البنت الصغيره دي اللي خطفت قلبك. بحط ايده على وشه من الاحراج. بتقول ميني يلا اشوفك مره تانية بقى مع السلامه. بقى ديل على الارض من الاحراج وبقول لحد دلوقتي مش عارف اتعامل معاها. مش بعد كده ريتا بتقول خلاص هتمشي يا لاتينا. بتقول لاتينا ديل اداني معدات للسحر، واحده على الميه والتانية عشان اولع بيها النار. بقول كنيس انت دفعت كام بقى بالصلاه على النبي في الليله دي؟ برد عليه لا يا عم ده شويه حاجات بسيطه ما تشغلش بالك. بقول كنيس في نفسه خنزير. لاتينا خلي بالك من نفسك، انت معاك معدات غاليه وده ممكن تخليك مستهدفه. بتقول ريتا وانت يا ديل خلي بالك من نفسك وما تزعلش العسوله دي. رد عليها دي في عينيا. وبياخدوا الحصان وبيودعوهم. بيمشوا. بتقول لاتينا احنا لا نمشي من هنا، انت قلت اننا نروح من عن طريق المحيط. برد عليها انا مش عارف احنا ممكن نرجع امتى، فقلت نروح نزور قبر راغو، لو ده هيزعلك بلاش. بترد عليها هنروح الغابه اللي لقيتني فيها اول مره. برد عليها ايوه وكمان في طريق ممكن نروح من هناك على طول، انا عارف ان فيه وحوش بس ما تخافيش انا احميكي. تمسك ايده وبتقول شكرا ليك يا ديل، انت زرت قبر راغو كذا مره مش كده؟ انا لازم اروح ازوره واعرفه ان انا فرحانه جدا دلوقتي. بروح الغابه اثناء هم ماشيين فجاه بيطلع عليهم وحوش سحريه. بقول ديل ايه ده؟ وحوش قدامنا وبيضربهم بالاسهم بتاعته. بقول الباقي هرب. بقول ديل انت عرفت ازاي ان وحوش هناك؟ بترد عليا انا بحس بيهم لما اكون في خطر، لما كنت هنا كنت بجري وبستخبى منهم على طول وكنت بحس بيهم. بقول ديل نفسي اعرف ازاي. بترد عليه مش عارفه بس راغو كان بيقول ان القدر هيحميني. برد عليها فهمت. وبيكملوا ماشي واثناء ما ماشيين بيضحك ديل وبيقول خلاص قربنا نوصل. بتقول لاتينا ديل الحق، وبيبصوا قدامه بيلاقوا وحوش. بيقول ديل يا نهار ازرق دي كتير قوي والسام بتاعتي مش هتكفيهم. بترد على لاتينا في حاجه ولا يا ديل؟ برد عليها ما بحبش اقتل الوحوش دي من قريب، ريحتها معفنه وبتنزل حاجات من جسمها مقرفه. بترد عليه بجد خلاص انا هساعدك. وبتطلع العصايه السحريه بتاعتها وبتبدا تقول تعويذه سحريه وبتعمل درع سحري على ديل. بتقول لاتينا الدرع ده مغطي كل جسمك دلوقتي، هو الدرع ده مش هيدوم على طول بس هتحميك شويه لحد لما تخلص محاربتهم. بيقول ديل في نفسه قران ان سحره العالم كلهم كانوا هيعيطوا لما يشوفوا بنت في السن ده وبتعمل سحر كده وعندها المرض دي، وبيبدا يحاربهم من غير ما يحصل له اي حاجه وبيقتلهم كلهم. بعد كده بيروح يزور قبر راغو وبتروح لاتينا القبر وبتلمسه وبتقعد وبتحط دماغها عليه وبتفضل تعيط. بعد كده بنشوف لاتينا قاعده عماله تولع في النار وبيجي ديل وبيقول لها انت عملت النار الخيمه لوحدك برضه؟ بترد عليك نيس علمني ازاي اعملها، ايه رايك حلوه؟ برد عليها ايوه والله حلو شاطره. بتقول لاتينا انا هطبخ انت موافق؟ برد عليها ماشي اتفضلي. وبتعمل اكل وبيدوق ديل وبيقول يا نهار ازرق على الجمال والله حلو. بتقول لاتينا بجد والله؟ برد عليها عيب عليك وانا والله حلو. عارفه الموضوع ده كان في بالي لما كنت في فرقه مع كنيس، انك تسافري مع حد بيعرف يطبخ والله حاجه جميله. بتقول له لاتينا انت سافرت قبل كده مع كنيس؟ برد عليها يوه كتير. ترد عليها لاتينا بس طبخه احسن من طبخي، لازم اشتغل على نفسي اكتر من كده. برد عليها انت طبخك احسن مني والله، وكمان حاسس ان كتيبي طباخه شاطره ان شاء الله. وبيضحكوا وبياكلوا مع بعض وبيجي الليل وبيتكلم ديل مع لاتينا عن راغو وبتقول حصلت حاجات كتير قوي ليا. وبتبص للسما وبتقول انا قلت له انه ما يقلقش عليا عشان انا سعيده وبخير. تاني يوم لاتينا بتغسل وشها وبيساعدها ديل وبيكملوا مشي في الطريق. بتقول لاتينا وهي راكبه على الحصان انا ممكن امشي عادي يا ديل؟ برد عليها انت مش تعبانه بسبب اول ليله ليكي في التخييم؟ بترد عليه لا عادي انا بعرف انام على طول ما انا معاك. برد عليها بس لسه قدامنا الطريق طويل. بتشاور لاتينا وبتقول هو اللي هناك ده جسر؟ برد عليها ديل ايوه. انت اول مره تشوفيه؟ بتقول انا شفت
بس في الكتب، وبتكون لاتينا فرحانه من جمال المنظر. بيقول ديل في نفسه على ما اعتقد لاتينا جت من الجبال اللي ورا الغابه دي، وكمان على حدود منطقه ملك الشياطين الاول. بتقول لاتينا ديل انا عاوز امشي. بعد كده بيعدوا الجسر وبتكون لاتينا فرحانه قوي، بتقول المكان ده واسع قوي والله شكله جامد. برد عليها ديل ايوه بص يا لاتينا انت ممكن تشوفه من هنا، احنا هنقعد الليله دي في القريه دي. بتفرح لاتينا قوي بيدخلوا القريه، وبتقول لاتينا دي مختلفه عن المدينه اللي احنا عايشين فيها. برد عليها ديل عامله زي مجمع كده الناس اللي بتسافر، انت هتصدمي لما تشوفي قد ايه البلد بتاعته صغيره. وبيجي الليل وبيروحوا مكان عامل زي مطعم كده. بتقول لاتينا الاكل شكله جامد. بتقول ديل الاكل سخن كل على مهلك. بتقول لاتينا الاكل والله جميل، وتمسك الليمونه وبتعصرها على الاكل. بتقول ديل انت بتعصري الليمون بعد ما اكلتي؟ بترد عليه لو عصرته عليه قبل ما اكل مش هعرف طعمه الاصل ايه، فهمت؟ برد عليها يا بنت اللذين لا شاطر. بتقول ديل في نفسه ده انت هتحط عليك حطه طين يا كنيس، دي لما تكبر وربنا هتقعدك في البيت. بعدها بيروحوا عشان يناموا، وبيقول ديل لاتينا يلا نام عشان لو فضلنا صاحيين كده مش هنعرف نعمل اي حاجه بكره. بترد عليه خلاص انا بخلص اهو. بيروح لها ديل وبيقول لها انت بتكتبي يومياتك؟ بتخبي الكتابه بتقول انا بكتب على الرحله بتاعتنا، اوعى تقراها عشان والله هزعل. برد عليها فهمت انا اسف. بينام ديل وبيقول نفسي اعرف كاتبه ايه عني. يا نهار اسود لو مش كاتبه عني حاجه. بتيجي لاتينا وبتقول يا ديل ممكن انام جنبك بالله عليك؟ برد عليها انت خايفه عشان نايمه بره البيت بتاعك وكده؟ طب ايه رايك لما اعلمك شويه سحر اسمه التلاعب بالجاذبيه؟ وبيبدا يعلمها وبيشيل السرير بتاعها وبيلزقه في سريره. بتشكر لاتينا وبيقول ديل في نفسه ده مش عشانها بس عشان انا كمان، وبيناموا جنب بعض. تاني يوم بيمشوا وبيقول ديل خلاص احنا قربنا نوصل مدينه المينا. بترد عليها هي مدينه ساحليه مش كده؟ برد عليها ايوه. ثانيه كده انت ممكن تشوفها وانت هنا. بتروح تبص عليها وبتلاقي شكلها روعه. بتقول المحيط اهو بص يا ديل. وبتدخل المدينه وبتكون شكلها حلو، بيوت وشوارع وكل حاجه فيها حلوه. بتقول لاتينا قول لي يا ديل هو انا ممكن ابعت رساله للبلد من هنا؟ برد عليها اكيد طبعا في بريد بين البلدين. بتقول لاتينا حلو قوي هكتب رسائل لريتا وكله واصحابي. بقول لها ديل عاوزين بقى نتمشى ونشوف الاماكن اللي هنا عشان تكتبي على الاماكن دي. بيروحوا يتمشوا في المدينه وبيكون شكلها جميل. بتفرح لاتينا جدا وبتقف تبص على البحر وبتفرح عشان شايفه السفن. بيروحوا يتمشوا في سوق السمك وبعدها بيروح سوق الهدوم. وبتقول لاتينا والله المدينه دي شكلها جامد. بقول ديل لاتينا في ناس كتير قوي هنا هاتي ايدك عشان ما تتوهش مني. وبتمسك ايده وصور المكان. وبتقول لاتينا فستان والتوكه دول انا بحبهم قوي. بقول ديل اوعي تبعدي عني عشان ممكن حد كده ولا كده يخطفك. بتقول له خلاص يا ديل يفضل ماسك ايدي على طول. وبيروح يشوف المدينه بالليل وبيكون شكلها حلو قوي. الوقت انت عزيزي المشاهد شايف المنظر ده وبتقول يوما ما اروح المدينه دي. بحب اقول لك يا عزيزي المشاهد الحقيقه المره المدن دي مش موجوده في الحقيقه. ليه بقى؟ لان انا كنت صغير زيك كده وكان نفسي اروح المدن دي، بس للاسف الاحلام شاورما والواقع عدس. بعد كده بيروحوا المطعم شكله فخم قوي وبيقعدوا على الاكل وبتحاول لاتينا تقلد ديل في كل حاجه عشان ما تبانش انها فلاحه. ربنا لاتينا انت لو قدامي هاكلك بسبب حلاوتك دي. فجاه في بنت بتغني وبتقول لاتينا ديل هي البنت دي شيطانه؟ ان الصور اللي في ايدها ده نفس الصور اللي عندي. بقول ديل اه صحيح صدقي نفسه بالظبط. بتقول لاتينا رغو قال لي ما تخليش عنه ابدا. بعدها بينده ديل على الجرسون بس ما نعرفش قال له ايه. شوف لاتينا عماله تكتب رسائل لاصحابها وبتقول عزيزتي كلوي انا اشتاق اليك كثيرا. احنا هنا في المدينه الجميله اللطيفه بروح الملاهي وبروح المطاعم وبروح المحلات. بص انا مش عاوز اغيظك بس والله المكان هنا تحفه وفي حاجات كتير مش عارفه اقولها لك ازاي. بتكلم ديل في ايه؟ ترد عليها انا عاوز اقول لهم على كل حاجه بس مش عارفه ابدا منين. فجاه الباب بيخبط وبيروح ديل للجرسون وبيقول له ديل قول لها اننا هنيجي النهارده بالليل. بيرد عليه الجرسون تمام حاضر. بيروح يقعد مع لاتينا وبتقول لاتينا مش ده الجرسون بتاع المطعم؟ بيرد عليها ايوه انت فاكره البنت اللي بصوار في العشاء بتاع امبارح؟ انا طلبت اقابلها وهي وافقت. بترد عليها لاتينا بجد يعني هي شيطانه؟ رد عليها والله مش عارف بس انت بقى تساليها وتعرفي منها كل حاجه. تقول لاتينا في حاجات كتير مش عارفاها عن الشياطين يمكن لما اكبر اعرفها. رد عليها ديل طب ما في حاجات انا مش عارفها برضه عادي. بص احنا عايشين عشان نعرف ونتعلم كل يوم. طول ما احنا مع بعض هنتعلم ونعرف سوا. بعد كده بروح للبنت دي وبيعرفها ديل على نفسه. بتقول انا عرفت انك كنت عاوز تسالني عن حاجه ايه هي؟ برد عليها ايوه. وبيقعدوا مع بعض وبتقول عاوز تعرف كل حاجه عن الصور مش كده؟ برد عليها ديل في عندي صاحبتي عندها نفس الصور بيني وبينك بقى عندي فضول اعرف. بتتكلم لاتينا الحقيقه انا شيطانه بقرن مكسور. بيتفاجئ ديل وبتستغرب البنت وبتقول لاتينا بس انا صغيره وفي حاجات كتير مش عارفاها وانا على امل انك تعرفيني. ترد عليها بس انت لسه صغيره قوي ازاي ده حصل؟ بقول ديل انا بجد ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده بس انا بربيها واخد بالي منها بعد لما ابوها مات ولما قابلتها كانت لابسه صور شبه الصور بتاعك. ترد عليه في البلد بتاعتنا بيورث الصور ده من الاب للابن وبتشيل الطاقيه اللي عرسها وبتكون هي كمان عندها قرون. بشوف البنت دي بتقول اسمي غلاروس. لما كنت بسافر حوالين العالم قابلت حد من البشر واتجوزته وبعدها استقريت هنا. انا اتولدت في الجنوب الغربي بعيد عن هنا في بلد بيحكمها ملك الشياطين الاول فاسيريو ودي قريه صغيره على حدود اقوى بلاد الشياطين. بتكلم ديل شكلها كده اتجبرت انها تمشي من بلدها وهي صغيره. بتقول غلاروس انا عمري ما سمعت قبل كده عن طفل كسر قرونه. في فاسيريو عادتهم ان الامهات بتربي الاطفال ومش من عاده الشياطين انهم يعيشوا زوج وزوجه زي البشر كده. وكمان الشياطين بيواجهوا صعوبه في الخلفه وهو ده السبب اللي بيفرحوا الابهات قوي لما يخلفوا اطفال وبيحب يحتفلوا بولادتهم عشان كده بيدي الابهات الاسوار دي لاطفالهم بيحفروا اسمائهم عليها وبيكون ذكرى اليوم اللي اتولدوا فيه.
وده اللي اتناقش على الصور بتاعي، وبتقرا كل اللي موجود على الصور وبتجيب لاتينا ورقه وقلم وبتكتب عليها وبتقول لها ده الكلام اللي مكتوب على الصور بتاعي. بولديل يبقى لاتينا اتولدت في بلاد ملك الشياطين الاول فاسيريو. بترد علينا انا واثقه ان مفيش حد تاني بيملك التقاليد دي في بلاد ملوك الشياطين الثالث والسادس. بتتكلم لاتينا ملك الشياطين الثالث والسادس. برد عليها ديل انا ما اعرفش كل التفاصيل، بس ملك الشياطين الثالث هي برضه ملكه شياطين البحر، بتعيش في اقصى الشرق في اعماق البحر. اما ملك الشياطين السادس له جسم ضخم جدا، عشان كده بيقولوا عليه ملك الشياطين العملاق. ده بيخلي الشياطين التانيين خدامين ليه. هو بيتحرك في كل الاماكن مش بيستقر في مكان واحد. بتخاف لاتينا وبتقول هو في ملك شياطين اول؟ برد عليها اكيد موجود على الاقل واحد منهم. بترد عليه لاتينا يعني ملك الشياطين الاول ما تقتلش على الايد التاني. بيستغرب ديل وبتقول غلاروس انها متفاجئه ان بنت صغيره زي دي عارفه الكلام ده. بقول ديل ثواني كده، هو الكلام اللي هي بتقوله ده صح؟ بترد عليه الكلام ده حصل من وقت طويل، وكان الوضع خطير جدا في المدينه بعدها. ده كان سبب من الاسباب اللي خلتني امشي من المدينه. بقول ديل يعني حاليا ما فيش اي ملك شياطين في فاسيريو؟ بترد عليه ايوه صح. وبتبدا لاتينا تقول كلام غريب وبيستغرب ديل وبتقول غلاروس استنى نشوف. من بين البشر في اشخاص قالوا ان ملائكه اختارتهم انهم يبقوا ابطال، وبين احنا الشياطين وفي قال انهم اختاروا من طرف الملائكه هم تحت حمايتهم ودول ملوك الشياطين. بتقول لاتينا يبقى في ملك شياطين اول جديد. بترد عليه لما يقرروا الملائكه ان الوقت جه هيجيبوا لنا حاكم جديد. بالدل احنا ما نعرفش حاجه عن الشياطين بجد بقى، بمجرد بس ذكر اسم ملوك الشياطين ده كفايه ان يرعب الناس. بتقول غلاروس ما فيش حد يقدر يلومكم على ده، فاسيريو بلد مقفوله على نفسها وملاش اي تعاملات مع البلد التانيه، بس ملوك الشياطين المفجوعين بيتدخلوا في شؤون الدول التانيه على طول. بتفاجئ ديل وبيقول ملوك الشياطين المفجوعين. بترد على ملكه الشياطين التانيه اللي بتحب الموت والذبح، معروفه بملكه العالم السفلي، وملكه الشياطين الرابعه اللي بتسبب الامراض وتعتبر عامله شبه الوباء كده. معاهم كمان ملك الشياطين السابع اللي بيحب الحروب. وبتكمل كلامها وفجاه بتقول يا نهار ازرق الوقت اتاخر قوي، انا اسفه بس لازم اجهز نفسي عشان الشغل. برد على ديل لا مفيش حاجه، احنا اللي اسفين عشان خدنا من الوقت كتير. قبل ما يمشوا بيتودعها لاتينا، واثناء ما هي ماشيه بترجع وبتقول لها انا اسفه ايه اللي حصل لجوزك. بترد عليها وعاش حياه طويله عشان هو من بشر وكده. تقول لها لاتينا انتم عندكم اطفال؟ بترد عليها لا للاسف من الصعب على الشياطين انهم يخلفوا، بيكون اصعب كمان لما يبقى من البشر. بترد عليها لاتينا طب انت فرحانه عشان قابلتيه؟ بترد عليها ايوه طبعا فرحانه. بترد عليها لاتينا وانا برضه فرحت والله. وبتحضنها وبتقول لاتينا لو كنت خلفت كنت اكيد هحضنه زي كده. بيمشوا اثناء ما هم ماشيين بيشيلها ديل على ايده، وبتقول له لاتينا ديل انت عارف انها مش طفله وممكن امشي عادي. برد عليها انا عارف انك كبرتي بس انت هتخليني عاملك زي الاطفال، موافقه؟ عشان انت لسه بنت الجميله والظريفه. بتحضنه وبتقول له شكرا على كل حاجه انا بحبك. بيمشوا بعد كده بقول ديل لاتينا انت عاوزه تركب الحصان؟ بترد عليه ماشي البيت بتاعكم لسه بعيد. برد عليها لا لسه بدري وقدامنا الطريق طويل. وهي ماشيه بتشوف لاتينا شجر بيطير وبتفرح قوي. بقول لها ديل ده الربيع. لاتينا عاوزه تاخد استراحه؟ ترد عليها ايوه. بدأ الاكل وبتقول لاتينا الله ده سندوتش سمك. بقول ديل ما عندناش هناكل سمك مره تانية لمده طويله عشان كده عملتها بطريقه حلوه. بتاكل وبتكون مبسوطه من الاكل وبتقول لي ديل القريه اللي هنروح لها بعد كده. وفجاه ديل اللي هو بيتكلم بيظهر شخص غريب جدا عنده قرون، وقرونه عامله شبه قرون الدب. بيمشوا سوا وبيقول الراجل ده فهمت انت ما شفتش راجل وحش قبل كده؟ بترد عليه لاتينا ايوه انت اول واحد اشوفه. بيقول الراجل ده انا قلت اجي واسلم عليكم عشان الطريق وكده بس شكل كده خوفتك. بيقول ديل ده يوزيف واحد من قرايبي. بتستغرب لاتينا وبتقول قرايب؟ برد عليها والدته تبقى بنت عم والدي. بتستغرب لاتينا وبتقول مفيش شبه خالص. بيقول يوزيف دي قريتنا. وبيدخلوا البيت وبيقول ديل مش مصدق انك بيت اب يا يوزيف. بيقول يوزيف هتبقى عندها سنتين قريب، ايه رايك جميله مش كده؟ بتحط لاتينا ايدها على شعرها وبتقول انها بنت جميله وظريفه. بيقول يوزيف حصل كمان عينها شبه عيون والدتها. بيقول يوزيف حصل بس سحنتها شبه سحنتك يا يوزيف. بيقول يوزيف حصل. تقول لاتينا مراتك جميله قوي يا يوزيف. بيقول يوزيف حصل. وبتبص لاتينا وبتقول في نفسها كل حاجه عنده حصل حصل حصل. والدي اللي بتقدر تفرق جنس الوحوش انا ما بعرفش افرق بينهم خالص. بيقول يوزيف انت برضه عندك شعر حلو يا لاتينا. صحيح يا ديل ترجع لتسيرو جدتك اخبارها ايه؟ بيقول ديل محدش قال انها ماتت عشان كده. بيفضلوا يتكلموا ويضحكوا مع بعض. بشوف لاتينا بتروح على المطبخ وبتشوف مرات يوزيف وبتقول لها تعالي. وبتروح لاتينا وبتبص على الاكل وبتلاقي شكله غريب. وبتقول مرات يوزيف انت عمرك ما شفت غدار من الجبال قبل كده؟ بترد عليها لاتينا مفيش جبال قريبه من كرويتز. بترد عليها انت عاوزه تساعديني؟ بتقول لها لاتينا ايوه. وبيخلصوا الاكل وبتقول مرات يوزيف لاتينا ساعدتني كتير. وفجاه بتصحى بنت يوزيف وبتشوف ديل بتنام تاني. بيقول يوزيف ايه رايك جميله مش كده؟ برد عليها ديل انت بتقول ايه بس بنت جميله برضه. وبتروح لها لاتينا وبيضحكوا لبعض. وبتقول لها لاتينا ازيك يا مايا انا اسمي لاتينا. بترد عليها وهي مش بتتكلم قد كده وبتقول لها انت اسمك عتيقه. وبيرحبوا ببعض وبياكلوا. وبتقول لاتينا قوت الشوربه دي جميله قوي انت حاطه فيها لحمه ايه؟ وترد عليها لحم خنازير. بتتصدم لاتينا وبتاكل برضه. بيقول يوزيف رجاله القريه هيتجمعوا بكره عشان الصيد، ولو الدنيا مشيت كويس وجبنا حاجه هنجيب جزء منها ونحفظها وتاخدوها معاكم وانتم ماشيين. بيقول ديل هيكون صيد كتير مش كده؟ برد عليه يوزيف عشان كيانه بنفسك روضتها نبوءه. فجاه معلقه بتعمل لاتينا وبيقول لها ديل انت بخير يا لاتينا؟ بترد عليها ايوه بخير. وبيروح عشان ينام وبيشوف لاتينا قلقانه وبيقول لها ديل في حاجه ولا يا لاتينا؟ بترد عليه ديل ممكن تفضل جنبي عشان طول ما انت جنبي بكون كويسه. شوف ديل
بيقول في نفسه لما كنت بتكلم انا ويوسف خافت من الكلام، وبقول بنفسك ملكه اللي عندها قدره التنبؤ بالمستقبل، لكن ده السبب اللي لاتينا طردت من البلد بتاعتها بسببه. وبيغطي لاتينا وهي نايمه. تاني يوم بقول يوسف شوف بقى كميه اللحمه اللي هجيبها. بشوف لاتينا ماسكه في ديل وخايفه وهي على الاكل بتفكر، وفجاه ديك بيصيح. بقول لها ديل ما تخافيش ده ديك، وبتروح لها مايا وبتحاول تلعب معاها. فجاه مايا بتعيط وبتستغرب لاتينا وبتقول لها والدتها لما الاطفال بيكونوا صغيرين بيحسوا بمشاعر الناس التانيه. بتقول مايا لاتينا فيها الم. بتتكلم والدتها ممكن تعيطي يا لاتينا لو في حاجه بتوجعك، وبتفضل لاتينا تعيط يا عيني، وبعد كده بتشكر اوتي وبتقول لها انا اسفه. بترد عليها اسمعي يا لاتينا ما تبذليش جهد كبير وما تخافيش. وبيجي يوسف ومعاه 2 خنازير كبار مصطادينهم. بعد كده بنشوف ديل قاعد مع لاتينا وبقول لها احفظوا اللحمه وادوها لينا. بتتكلم لاتينا وبتقول ديل انا خايفه عشان انا بنتي مش كويسه، عشان كده مش هعرف ارجع المكان اللي اتولدت فيه، وكان هناك في نبوءه وقالت لي عيلتي انها بتكذب وانا حلوه مش وحشه، بس رغم مات بسببي عشان فضل جنبي زي ما توقعت النبوءه بالظبط. يبقى انا بنتي وحشه فعلا؟ برد على ديل انت فاكره اي حاجه من كلام النبوءه؟ ترد عليه لا كان في ناس بتتكلم كتير ما كنتش سامع حاجه وكنت خايفه. بقول ديل بص يا لاتينا والله موضوع التنبؤ والكلام ده مش بقتنع بيه، طالما عيلتك قالت عليك انك حلوه يبقى انت فعلا حلوه، وبيحضنها وبيطمنها. تيجي مايا وبتقول عتيقه تعالي العبي معايا. بيقول لها ديل روحي العبي بس ما تبعديش عن هنا. تاني يوم بنشوف مايا بتعيط وبتقول عتيقه ما تسيبنيش، وبتفضل تعيط كتير. بتروح لها لاتينا وبتقول لها ممكن ابقى اجي اشوفك تاني، وبتفضل تعيط وبتقول لها ديل واحنا راجعين هنزوركم تاني، وبيودعوهم. بنشوفهم هما ماشيين في الطريق. بيقول ديل لما نرجع ان شاء الله بتعالي العبي معاها. بنشوف لاتينا زعلانه، وفجاه هما ماشيين بيطلع عليهم مسلحين وبيجروا وراهم، وبيحاول ديل يتفادى السهام وبيعدي من فخوخ. بيقول ديل هنعدي بس من المنطقه دي وهنبقى في امان. وفجاه بينزل صخره ضخمه. بيقول ديل هم مفكرني غبي وبيعمل بالسحر بتاعه وبيفجرها، وبيدخل المكان. بيقول تنبلك ايتها العجوزه. بتقول لهم ديل ما ينفعش تقول لها كده هي جدتك. برد عليها انت بتساعديهم يا ماما عشان يقتلوني. بترد عليه كل اللي انا عملته ان قفلت المداخل بس. بقول ابوه انت عامل حوار ليه؟ ما احنا بنعمل كده على طول معاك. بتقول لاتينا ديل هي عيلتك بتكرهك. برد عليها لا يا حبيبتي دول بيهزروا، وبيتفاجئوا بيقول مين البنت دي. بتقول لاتينا انا مبسوط عشان شفتكم. بتقول ام ديل يا نهار ازرق على جمالها احنا اسفين عشان خوفناك يا عسوله. بقول ديل وانتوا هتعملوا ايه بقى لو حصل لها حاجه؟ بقول ابو دي مسؤوليتك انت. بيزعق ديل وبيقول ما تفكروا بقى شويه في اللي بتعملوه ده. بيمشوا من المكان وبتقول لاتينا ديل مش تسرقوا اسم القريه؟ برد عليها ايوه الاسم ده بيتقال للناس اللي عايشه فيها، والقريه دي ملهاش اسم في قريتنا يعتبر الكل تسرق عشان كده ما عندناش القاب. بترد عليها بس انت يا ديل اسمك ديل ريكي. بقول لها في القريه بتاعتنا اللي هناك بنستخدم الاسماء دي عشان الشغل وكده فاهمه، وفي لغه القبيله بتاعتنا القديمه اسم ريكي معناه الشخص اللي بيسافر لبره علشان القتال حاجه زي كده يعني. ده البيت بتاعي. بتقول لاتينا الله شكله كبير قوي. برد عليها الحقيقه كده زعيم القريه بيعيش هناك رغم انه كبير في السن. بوصله بتقول لاتينا قلع الجزمه بتاعتي ليه؟ برد عليها دي العادات والتقاليد هنا هتتعودي بعد فتره. بشوف جدتي وبتشاشه وبتقول انا شايفه انك بيت قوي عن اخر مره شفتك فيها غبي. تفضل تتريق وتنمر عليه. بولدي في نفسه عندها 175 سنه ولسه عايشه مش ناوي تاخدلك لفه في القبور. بتتكلم جدته انت جايب الطفله دي منين؟ برد عليها جايبها من الغابه. بتروح لها لاتينا وبتقول لها هقعد معاكم هنا. بتقول جدته اول مره في حياتك تجيب حاجه جميله. بتقول لاتينا انت جيت الديل. بترد عليها ايوه الحظ الاسود شايف العسل والاحترام مش زيك يا غبي. بترد عليها لاتينا ديل عاملني معامله كويسه وكمان علمني حاجات كتير قوي، معنى كده انه مش غبي ولا حاجه، وبعد اذنك بقى ما عدتش تقول عليه كده عشان ما اعملهاش معاكي. وانت يا ديل دي جدتك احترمها عشان عيب. بتطلع الجده شوكولاته وبتقول لها انت عاوزه شوكولاته عسوله. بقول ديل انت بترشيها. بشوف بعد كده ديل مع لاتينا ولاتينا بتقول يعني عيلتك مش بتكرهك اهو ليه بقى كانوا بيحاربوك؟ برد عليها هما بس عاوزين يعرفوا اعدي من اللي كانوا بيحاربوني ولا لا، حاجه زي الاختبار كده يعني. اخر مره جيت هنا كانت قبل ما اقابلك بايام بسيطه. بشوف بعد كده ديل قاعد مع ابوه ولاتينا بقول له على اللي حصل وازاي قابل لاتينا. بتقول لاتينا انت ابو ديل؟ برد عليها ايوه. بتقول له هنادي عليك بايه؟ برد عليها بصي قولي لي يا بابا حلوه مش وحشه. بتضايق ديل وبقول بابا. بقول ابو انا فهمت دلوقتي انت بتدلعها ليه. بقول ديل فهمت ايه مش فاهم. بقول ابو صحيح ميعاد الفرح اتحدد. بتستغرب لاتينا وبتقول فرح ايه؟ بيتكلم ديل وبيقول فرح مين؟ برد عليه والده بنت زعيم القريه. بقول ديل بنت زعيم القريه انت قصدك على فريده؟ فجاه لاتينا بتخاف وبيقول لها ديل في حاجه ولا ايه يا لاتينا؟ بترد عليه لا مفيش حاجه انا جالي زغطه كده فجاه. وبيجي اخو ديل وبيسلم عليه وبيقول ان ابويا والجماعه هنا عملوا معاك الصح تاني. برد عليه ديل اللي حصل عملوا معايا الصح مش عاوز اقول لك الترحيب والحب كان عامل ازاي الصبح. بقول اخوه ايوه عارف ده بقى البنت الشيطان اللي انت بتاخد بالك منها. برد عليه ديل ايوه هي دي ده اخويا الصغير يا لاتينا اسمه يورك. بتقوم لاتينا وبتقول انا مبسوطه اني شفتك انا اسمي لاتينا هقعد معاكم هنا شويه. بقول يورك ايه ده والله مش مصدق يا عم ديل انت اللي بتعلمها القيم والاخلاق. بقول ديل يعني انت شايفني زي ما هم شايفيني؟ لاتينا هعمل اللي اقدر عليه عشان اخليكي جميله في فرح يورك متقلقيش. بتتكلم لاتينا انا ده فرح اخوك والله الف الف مبروك للعروسين وربنا يتابع
وتمم بخير. شوف بعد كده قاعدين على العشاء وبقول ديل والله مش مصدق ان فريده هتبقى واحده من العيله وهتيجي تقعد معانا هنا. بقول والد ديل عيلتها عجبتها الفكره دي. بتشوف لاتينا بتنام على نفسها وما بتكونش قادره. بتقول له ام ديل انا جايز تسرير جنب سريرك يا ديل. بتكلم ديل هتعرفي تروحي لوحدك يا لاتينا؟ بترد عليه اه ما تقلقش هروح انام انا بقى يلا سلام عليكم. بقول يورك والله مش مصدق اللي بيربي البنت دي هو اخويا ديل. بقول ابوه وامه فعلا. بقول ديل في نفسه ايه العيله دي. هو بيقوم ديل عشان يروح ينام وبيطمن على لاتينا وبيلاقيها نايمه وبيروح اوضته وبينام وفجاه هو نايم بيصحى وبيقول انا سمعت صوت لاتينا. بيقوم بيجري بسرعه وبيروح الاوضه اللي كانت نايمه فيها مش بيلاقيها وبيفضل يدور عليها لحد لما بيلاقيها قاعده على الارض ومغطيه نفسها وخايفه. بتقوم وبتجري عليه وبتحضنه. بيقول لها ديل انت بتعيطي ليه ايه اللي حصل؟ بترد عليه لما قمت خفت وحسيت اني لوحدي انا ما اقدرش اعيش من غيرك يا ديل. برد عليها انا اسف والله هفضل جنبك لحد لما تنامي ما تخافيش. بتقول له ديل ما تمشيش انا عاوز افضل جنبك على طول مش عاوز ابقى لوحدي. برد عليها حاضر هفضل معاكي وبيحضنها. تاني يوم بيروح عشان يفطروا وبتفضل ام ديل وابوه يتريقوا عليه وبتقول لاتينا اكيد انا السبب. بيقول لها ديل لا يا حبيبتي هما بس بيهزروا معايا. لاتينا امبارح قامت من النوم وكانت خايفه عشان المكان غريب عليها وكده ورحت عشان انام جنبها عشان ما تخافش. لكن ابوه وامه برضه بيفضلوا يتريقوا عليه. هو بتعصب ديل منهم وبتقول لاتينا انت بخير. بيزعق ابو لاتينا هي الوحيده اللي بتواسيني. بشوف اصحاب لاتينا بيفرحوا جدا لما بيوصل لهم رساله من لاتينا وبقول اكيد بنت المحظوظه جربت كل انواع الاكل بس الاهم منها بخير. هو بتقول لاتينا في الرساله كيف حالكم ايش الاخبار. وصلنا اخيرا لقريه تسرو فيها جبال كبيره جدا وازار كتير وشلالات طويله. هي دي القريه اللي كبر فيها ديل. والله مكان جميل جدا كان نفسي تبقوا معايا. مفيش مدرسه كبيره زي اللي في المدينه بتاعتنا بس اللي بيعلمني الاستاذ صلاح هو اللي علم ديل وهو صغير وعنده بنت اسمها كلاريس بتعلمني اعمل حلويات ازاي. وجدة ديل وامه كلهم لطفاء معايا وبيحبوني. وكمان اخو الصغير يورك هيتجوز قريب واروح الفرح بتاعه وهفضل اعقب. وما تقلقوش عليا خلي بالي من نفسي ومن صحتي عشان لما ارجع كروتس ان شاء الله. خلي بالك من نفسك يا ريتا ومن النونو برضه. وصلي سلام للكنيس وعمو جيل ولكل الزبائن اللي عندكم. وبس كده يا ابطال وبكده يكون خلص الانمي بتاعنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. يا ريت قبل ما نمشي كلنا نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. كان معكم احمد رمضان اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.